سلام. بدنا نحكي اليوم عن الاحتلال الفرنسي لسوريا بمسلسل تاج ومقارنة مع الاحتلال اللي بتعرفوه بعد 1970. طبعا بيتم اعتقال مجموعة من الشباب اللي تظاهروا بالجامعة. هالشباب بينحطوا بالكوريدور على باب غرفة التحقيق، كلبشات بإيديهم بتقول يعني فايتين هلا بدهم يخرطوها، وبتتفاجأ انه عم يغنوا اغاني وطنية ويسبوا الفرنسيين ما حدا عم يحاكيهم. بيجي عنصر بده يفك وحده من البنات مشان ياخذها على التحقيق، بيقول له ايه مالي خايفه، وبتروح معه على التحقيق. طبعا التحقيق بيقول لها تفضلي، بيجيب لها فنجان قهوه، بيقعد المحقق وبيحكي هو وياها. طبعا نفس اساليب التحقيق الاحتلال الثاني بعد 1970. طبعا المسلسل بيتابع، في عندك طرقات جميله نظيفه، الكهرباء والمي دائما جايين، في ترامواي، الناس هيك نضاف وحلوين، ما في شحادين بالشارع، جرايد، عشرات الانواع من الجرايد، مو مثل بعد الاحتلال 1970 في عندنا بس 3 جرايد تعرفون. حاله من المسارح، السينمات، يعني حاله من الرفاه اللي بيطير العقل بفتره الاحتلال الفرنسي، واي حدا عنده مشكله بينزل بيتظاهر دغري، ما حدا بيحاكيه، عادي يعني الموضوع. بتحس انه العاملين بالمسلسل عندهم فكره حابين يقولوها، يبدو انه وصلت. يعني انا من هيك من فكري الضيق فهمت المقصد. دفعوا 10 مليون دولار ليقولوا انه الاحتلال الفرنسي كتير حلو كان وظريف واولاد عيله وناس. اما الاحتلال تبع بعد 1970 غير شكل. بقيان عليهم يلبسوا تيشيرت المنتخب الفرنسي وينزلوا على الشارع ويشجعوا الي لو بلو، الي لو بلو. سلام.